الموجة الكبيرة في كاناغاوا من أشهر اللوحات الفنية اليابانية. هي واحدة من أصل 36 مطبوعة في سلسلة اسمها 36 منظر لجبل فوجي لرسام ياباني اسمه هوكوساي المعروف بفن أوكيوهي، وهو فن ياباني صدر في الفترة ما بين القرن 17 إلى القرن 19. هوكوساي كان من أبرز الرسامين في تاريخ اليابان، وفي أواخر عمره يهتم هوكوساي بقصص ما وراء الطبيعة والأشباح، وكما يسموهما الأوكاي. هوكوساي كان عاجبه ومهتم بهذه القصص، ما قرر يصنع سلسلة مطبوعات يسموها 100 قصص أشباح، كل رسمة يصور فيها قصة، لكن كان غير 5 لوحات فقط، ماشي 100 كما كان مخطط. راح نحكوا القصة وراء كل واحدة. قصر الأطباق. كان خادمة في قلعة اسمها أوكيكو، سيدة كان معجب بها، ما بغى يطلبها للزواج، لكن أوكيكو كانت رافضاته، لكنه كان مصر وقاعد يخمم كيف يدير لها مكيدة يخدعها ويجبرها بها تقبل به. كانوا كاين 10 أطباق غاليين وثمينين، أوكيكو كانت مسؤوليتها أنها تحافظ عليهم. راح هذا السيدة خبى واحد فيهم وراح عيط طلع وخبرها بلي كان طبق مفقود. أوكيكو انصدمت، راحت تحسب فيهم، صابتهم صح كان غير 9. من الخوف قاعدة غير تعاود تحسب، لكن نفس الشيء وين راه الطبق العاشر. استغل سيد الفرصة وشرط عليه انه يغمض عينه مقابل انه تزوج به، لكن أوكيكو رفضت، على بالها باللي هي بريئة. عقابا ليها ربطها فوق بير وخلاها ثم، بعدها طلبها المرة الأخيرة، لكن مع ذلك أوكيكو ترفض. ما جبت سيف تاعو وضربها، طاحت في البير وماتت. وراها روح أوكيكو تحولت لي روح منتقمة. أونريو بدات كل ليلة تسمعها داخل البير تحسب من 1 ل9، وراها تذبح ذبحة قوية وتخوف. صرخت يأس تمثل بها حصرتها على الطبق العاشر المفقود والظلم اللي تعرضت له. في رواية تقول انه كان طارد ارواح ولا كاهن جا ثم، وكيما بدأت تحسب وغير وصلت ل9 هو كمل وقال 10. ثم خلاص ارتاحت روح أوكيكو على اساس انه لقاو الطبق العاشر. في اللوحة اللي رسمها هوكوساي نشوفوا مرأة راسها طبيعي، شعرها طويل، لكن جسدها من اطباق هكا لاصقين مع بعضها. الشيطان الضاحكة. ما كاش قصة وراء هذه الرسمة، برك هي تدمج 2 من اليوكاي، هما هانيا عجوزة تحوت لشيطان عجل الغيرة، ويامانيا مرأة الجبل شيطانة تخطف الأطفال وتاكلهم. في الرسمة نشوفوا الشيطانة عندها قرون تضحك ضحكة تخوف، رافدة راس تاع طفل مقطوع ويسيل منه الدم على جال المخالب اللي مغروسين فيه. شبح أويوا. كان مرأة اسمها أويوا متزوجة من ساموراي اسمه إيمون. خاطر مرضت أويوا ثم بدا يكره منها إيمون. جارهم كان طبيب مشهور وكان عنده بنته يسموها أومي. إيمون كان باغيها وهي ثاني كانت معجبة به، لكن إيمون كان لازم عليه يطلق أويوا باه يقدر يتزوج بها. مالا الطبيب تاع طالب بنته راح صنع مرهم ومدوا الأويوا ديرو في وجهها على أساس أنه راح يشافيها، لكن في الحقيقة كان مسموم وشوه لها نص وجهها. أويوا ما كانش عارفة، لكن كي شافت روحها في المراية انصدمت ملي شافته. بالخف راحت تمشط شعرها على الجهة مشوهة، لكن شعرها بدا يطيح وزيد ملطخ بالدم. مهم أمر مقرف ويخوف. أويوا من الصدمة راحت رفدت سيف كان قريب ليها وطعنت روحها بيه، وكما كان طايحة غارقة في الدم تاعها قاعدة تلعن في اسم إيمون حتى آخر نفس ليها. وراها كيما صاب إيمون جثة أويوا فرح طبعا، لأنه خلاص دوك يقدر يتزوج بأومي. راح رمى جثة أويوا في الواد وقال لهم أنه أويوا هربت مع واحد كان خدام عندهم وهي كانت في علاقة معاه، لكن اللي ما كانش عارفوا أن لعنة أويوا ما زالت على راسه. في ليلة زواجه من أومي إيمون ما كانش قادر يرقد وكان يشوف الكوابيس، قاعد غير يتقلب. وكي دار الجهة الأخرى صادفوا وجه أوريوا المشوه. من الخلعة ناض يجري يرفد السيف تاعو وضرب به، لكن كي راح الوهم اتضح أنه ضرب وقتل مرته جديدة أومي. إيمون طاح في مصيبة، ما عنده غير يهرب في الليل، ووين يدور يلقى وجه أويوا الغاضب والحاقد يطارد فيه حتى في المصابيح كيما اللي في الرسمة. إيمون هرب للجبل وتخبى في كوخ مهجور. بعدها ما ولاش يقدر يفرق بين الصح والخيال، وكانت نهايته يفقد عقله وراها روحه. شبح كوهادا كوهيجي.
كوهادا كوهيجي كان ممثل، لكن ما كانش كامل يتحصل على ادوار، او العجل انه كان ممثل سيء، وزيد ما كانش جذاب، ما كانش دور يناسبه، لكنه كان مصر. مرة جاه دور يلعب فيه شبح ولا روح، هكا في اليابان عندهم ذو الصوالح بزاف في مسرحياتهم. المهم هذه المرة اخيرا كوهيجي تقن الدور تاعو، ومن ثم ولا يلعب غير ادوار تاع الاشباح ولا كيما يسموه هما اليوراي. لكن مرت كوهادا ما كانش عاجبها الحال وكانت حشمانه به، وفوق هذا كانت في علاقه مع ممثل اخت اخر كان محبوب. وكما القصه اللي قبل، هذه زوجة كوهادا حبت تخلص منه وتعيش مع عشيقها، ما خططت مع صاحبها باه يقتلوا كوهادا المسكين، وفعلا صرات ورماو جثته في مستنقع باه يتخلصوا منه. رجع كوهادا روح منتقمه يوراي وقعد يطارد في القتل تاعو، ومع الخبره تاعو في تمثيل الاشباح وذوكي ولا صح واحد ولا يجي كل ليله كيكونوا راقدين ويخوفهم حتى هبلوا في الزوج. الهوس. ما كانش حكاية ورا هذه الرسمة، برك رسمة تعبيرية. ثعبان داير حول لوح تذكاري إيهاي. في تقاليدهم كيموت واحد يحطوا هذا التذكار في دار الميت مع الماء والقرابين وذو الصوالح. الورقة اللي فوق الماء ترمز العقل المسالم عكس الثعبان اللي يرمز الهوس. وفي القصص تاعهم غالبا ما يكون سليمات من الغيرة يتحولوا الثعبان. اما في الرسمة الثعبان يمثل روح هوكساي اللي بقى مهووس بالفن تاعو حتى بعد الموت. الرمز اللي في الوعاء اللي يشبه الواحد رمز كاع نعرفوه هو هنا رمز بوذي يسموه مونجي بالياباني. والخط المكتوب في وسط اللوح هو اسم اليوكاي اسمه مومونجي. هو يوكاي يظهر على شكل عجوز يهاجم المسافرين في الغابة. وكانوا هذو لوحات يوراي الخمسة لهوكساي. اكتبوا في التعليقات اكثر واحدة عجبتكم ولا نقولوا خوفتكم. وطبعا هوكساي ماشي وحده اللي كان يصور هذو الاشباح، بالك في المستقبل نحكوا القصة ورا رسمات اخرى ان شاء الله.